مساءكم معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بينا بقى نعمل حاجة للولاد بيحبوها جدا او بيعشقوها جدا، وكمان دلوقتي المطاعم بقت بتبيعها غالية جدا جدا. تعالي كده نشوف وهنعملها بأقل كمان الامكانيات. صلي على الحبيب وحطي اللايك بتاعك وتعالي شوفي هنعمل ايه مع بعض. سمي الله بقى كده وجبنا البلانشة بتاعتنا، وده كيس تلاجة عادي فاتحينه كده، وكان عندي في التلاجة صدور فراخ، حوالي بالظبط 5 قطع من صدور الفراخ. هنجيبها وهنحط قطعة كده في الكيس وهنقفل الكيس عليها، وبأي حاجة عندك ما يكونش ليها بوز ما يكونش ليها بزابيز. هنبتدي ان احنا ندق على الفراخ بتاعتنا كده، نفتح المسام بتاعتها شوية اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت كده. انا بدق بايد الهون، دي مش خشب كمان، دي زي البلاستيك كده او عاج. هتدقي بيها تفتحي مسام قطعة الفراخ بتاعتك اهو. هناخد ببصوا بالشكل ده، مش تدقي جامد، تدقي بالراحة كده، دق خفيف خالص اهو. هناخده بقى قطعة تانية وبنفس الشكل كده هنخلصوا ال5 قطع اللي معانا. هنا بقى كده سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد، وهاتي بقى شوية بهارات كده خفيفة ولذيذة، زي أولهم كده الملح، رشة من الملح على كل واحدة كده. بصي البهارات المتوفرة عندك اشتغلي بيها، مش شرط ان انت تشتغلي باللي احنا اشتغلنا بيه. يعني ملح وفلفل اسمر تمام مفيش مشكلة، ملح وفلفل اسمر وبابريكا ماشي مفيش مشكلة. يعني المتوفر عندك حاولي بقدر امكانك المتوفر عندك اشتغلي بيه. هنا كمان حطينا رشة كده من الفلفل الاسمر على كل قطعة. كمان هنحط رشة من البابريكا، بابريكا مش اساسية يعني. اي بهارات. وكمان هحط توم باودر وبصل باودر، مش هحط اي حاجة تانية. المتوفر اشتغلي بيه. لو عندك كزبره ناشفه حطي، بس انا بصراحه ما حطيتش كزبره ناشفه، حطيت زي ما قلت لكم كده. وادي رشه كمان من الثوم البودر، ورشه كمان من البصل البودر. اللهم اعنا على ذكرك وحسن عبادتك. دايما طول ما احنا قاعدين كده نذكر الله ونسبحه ونحمده، بجد بجد ربنا سبحانه وتعالى بيفتح لنا الابواب المغلقه بالتسابيح. انا دي يعني انا بقول اللي انا بعمله عامه عن نفسي، بتمنى ان كل الناس تعمل كده. هنا بقى كده اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كان عندي قطع من اللانشون كده في التلاجة فطلعتها، هنحشي بيها الفراخ. تقدري تحشي بأي حاجة، ممكن شوية جبن وشوية بقدونس، أي حاجة متوفرة عندك انتي ولادك. حشوة بواقي جبن ممكن ينفع ببواقي الجبن مفيش أي مشكلة برضو. المتوفر عندنا هنحطه وهنحشي بيه. هنا كمان بقى كان عندي كده قطعتين من الجبنة الشيدر، رحت بقى ايه حاطة على كل قطعة من اللانشون كده قطعة. وفي حد طلب مني قال لي انا مش عايز لانشون انا عايز جبنه بس، فخليتها لهم جبنه تشيدر بس من غير لانشون من غير اي حاجه. فبحاجات بسيطه نقدر نفرح الولاد باكل بره. هنا بقى كده نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبتدي نلف كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وتضغطي عليها كده بالراحه وتركني على جنب، كل واحده تلفيها وتركنيها على جنب. هنا بقى كده حطيناهم في طبق وهنغطيهم بكيس من اكياس التلاجة، وهندخلهم التلاجة في الفريزر يتشمعوا شوية لمدة نص ساعة. هنا بقى كده معايا بضاية وشوية من اللبن، وحطيت عليهم ملح وفلفل، ومعايا بقسماط. وانا بحب احط على البقسماط معلقة من الدقيق، اللي حابب كده تمام واللي حابب كده تمام، كل واحد على حسب ما هو حابب ايه. تمام. نضرب البضاية كويس كده زي ما انتوا شايفين، وهنجيب بقى الفراخ بعد ما اتشمعت من التلاجة. بس هنا هقلب بقى معلقة الدقيق مع البقسماط. معلش هنا الدنيا غيمت شوية في الشاشة، بس ايه اكيد شايفين يعني باينة كل حاجة. هنقلب الدقيق كويس جدا جدا مع البقسماط المطحون، وهنبتدي بقى ناخد قطعة الدجاج بتاعتنا او قطعة الفراخ بتاعتنا. انا في البداية بحب احطها في البقسماط اهو. بصوا طالعه جامده، طالعه متماسكه، مش هتفك منك ولا اي حاجه خالص. هتحطيها بقى في البقسماط كده كويس، وبعد كده هتنزليها في البيض، وبعد كده ترجعيها تاني في البقسماط. انا بفضل ان انا اعملها كده. فكل واحد طبعا على حسب ما هو بيحب يعني يشتغل ازاي او يعمل ازاي. هنحط عليها البيض، وبعد كده نرجع ننزلها تاني بقى في البقسماط. ونفس الحكاية بقى هنكررها مع الأربعة التانيين. أهم حاجة إن انتي تكمريها أو تغمريها كويس جدا في البقسماط أو بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طاسة بقى على النار فيها شوية زيت، سبتهم لما يسخنوا، ما بحبش الزيت لما يقدح قوي، يبتدي ان هو يسخن. هننزل فيهم 5 قطع الدجاج بتاعتنا دي،
وهنبتدي ان احنا نحمرهم، ما تبقاش النار عالية، تبقى النار متوسطة علشان خاطر الفراخ تستوي معاكي وتاخدي نتيجة كويسة. ما تعليش النار عشان ما تاخديش وش تبقى متلونة وتبقى نية من جوه. هنا بقى كده بسم الله اللهم بارك، هنبتدي بقى نقلبهم على الجنب التاني، وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله اتحمرت واستوت بجد بقى، وريحتها حلوة جدا. طريقتها سهلة وبسيطة، وتقدري طبعا تحشيها اي حاجة انت عايزاها. وهنا بقى كده اللهم بارك، بصوا الجمال، بصوا الحلاوة، حاجة بسم الله ما شاء الله، ولا فك ولا حصل له اي حاجة خالص. وقطعنا اهي قطعة اهي، بصوا بسم الله ما شاء الله، الحشوة جوه ملفوفة والدنيا تمام. حاجة بقى سهلة وبسيطة، وده بيقولوا عليه كوردون بلو. بجد حلو جدا، جربيه. انا بعمله لولادي على طول باي حشوات متوفرة عندك. يا رب طريقته تكون عجبتكم، يا رب اكون عند حسن ظنكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.